إن المرأة التي أعيش معها دائما لم تجعلني أعزف عن كل النساء، فليست هي المرأة التي ينبغي أن أعيش معها. ينبغي أن تكون كل النساء وكل النساء لسنا هي. إذا انطفأت الشموع يضيء كلانا الآخر. إذا حجبونا بستار سميك أراها وتراني. المرأة النور الخارق، المرأة الشفافة، لم أجدها بعد. فالوقت الذي كنت أكتب فيه مثل هذه الخواطر عن المرأة المثالية كنت أستعذب مضاجعة أحط النساء في البيوت الخفية المتبقية في مواخير طنجة، انحلال الروح في الجسد. هذا ما كان ممكنا لي في هذه المرحلة، وربما كان هذا قدري. لا ينبغي لنا أن نثق كثيرا في السعادة، إنها آتية هاربة منفلتة كلما أردنا القبض عليها. قد تكون مثل عصفور جميل يحط على حافة شرفتنا، لا نكاد نقترب منه حتى يطير. هل تعتقدين أن العصفور سيحط على الكتف ويغني لك أو لي كما نتخيل؟ أخي صار ملاكا، وأنا سأكون شيطانا، هذا لا ريب فيه. الصغار إذا ماتوا يصيرون ملائكة، والكبار شياطين. هذه هي مهمة الفن، أن نجمل الحياة حتى في أقبح صورها. إنه مستعد دائما أن يبدأ حياة جديدة، لا يتعلق في شيء، ففي نظره أن كل شيء هش وقابل للسقوط والانكسار. صباح الخير أيها النهاريون، صباح الخير يا طنجة المنغرسة في زمن زئبقي. ها أنا ذا أعود لأجوس كالسائر نائما عبر الأزقة والذكريات، عبر ما خططته عن حياتي الماضية الحاضرة. كلمات واستلهامات الندوب لا يلهمها القول. أين عمري من هذا النسج الكلامي؟ لكن عابر الأماسي والليالي المكتظة بالتوجس واندفاع المغامرة يتسلل إلى داخلي لكي يعيد رماد الجمرات غلالة شفافة آسرة. لقد علمتني الحياة أن أنتظر، أن أعي لعبة الزمن بدون أن أتنازل عن عمق ما استحصدته. قل كلمتك قبل أن تموت، فإنها ستعرف حتما طريقها. لا يهم ما ستؤول إليه، الأهم هو أن تشعل عاطفة أو حزنا أو نزوة غافية، أن تشعل لهيبا في المناطق اليباب الموات. فيا أيها الليليون والنهاريون، أيها المتشائمون والمتفائلون، أيها المتمردون، أيها المراهقون، أيها العقلاء، لا تنسوا، لا تنسوا، لا تنسوا أن لعبة الزمن أقوى منا، لعبة مميتة لا يمكن أن نواجهها إلا بأن نعيش الموت سابقا لموتنا، أن نرقص على حبال المخاطرة نشدانا للحياة. لا أحد يولد كما يريد أن يولد، إنهم يلدونه كما يريدونهم، وحين يجد نفسه قادرا على التفكير في وجوده يكونون قد حكموا عليه بالحياة التي عليه أن يقبلها أو يرفضها بوسائله الخاصة. الإنسان هو الإنسان، ولا يهم ابن من هو. هذه هي حافة السعادة إذن؟ إنها لا تحط على الكتف وتغرد، إنها تظل على حافة الشرفة.